في ماتش اسكتلندا والدنمارك امبارح، الماتش اللي انتهى بنتيجة 4-2 لصالح اسكتلندا. سكوت ماكتوميني، او زي ما انا قلت عليه قبل كده في حلقة الانتر ونابولي، ان سكوت ماكتوميني هو خليط ومزيج من بول سكولز وفرانك رامبرد وديفيد بيكهام وانيستا وتشافي ومودريتش وزيدان واي لعيب خط نص ملعب في التاريخ. خلطهم في بعض هيطلع لك نسخة من سكوت ماكتوميني مع نابولي. الولا امبارح جاب هدف باكورد، هدف خرافي، هدف بمعنى الكلمة خرافي، هدف ينافس هدف جاريس بيل في نهائي كييف قصاد ليفربول، وهدف ينافس هدف كريستيانو في يوفنتوس. هدف ايه ده؟ ايه الارتقاء ده؟ ايه الباكورد ده؟ الفكرة ان الكورة جاية ومتعلقة في الهواء، والولا طلع لها بتكنيك صعب وضربة صعبة، ارتفاع عالي. هدف خرافي من سكوت ماكتوميني. مش عارف مانشستر يونايتد مش راضي يشتري اللاعب ده ليه. مش عارف، يعني هم عندهم أزمة في نص الملعب. بتمنى إن إدارة مانشستر يونايتد تاخد بالها من سكوت ماكتوميني وتخلصنا منه في الدوري الإيطالي.